اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل السمك المشوي الشبار البلدي الاخضر المزعرط اللي انتوا شفتوه ده. هنشويه كده في البيت وهنعمل له كده دقه بجد ملهاش حل. هيبقى طعمه حلو جدا، مغذي خفيف، ينفع في الدايت وغير الدايت. انا بصراحه ما بحبش اشويه بره، بحب كده اشويه في البيت بنظافه، وبيكون طعمه يجنن. تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقه. يلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين شكل السمك مغري ازاي؟ انا بصراحه كنت رايحه اشتري سمك النهارده، فما صدقت لقيت السمك ده اسمه الشبار الاخضر او الشبار البلدي بتاعنا زمان اللي كنا بناكله. بجد السمك ده بيبقى تحفه. في ناس بتسميه الشبار الاخضر، وفي ناس بتسميه الجوابي، وفي ناس بتسميه الخنيني. احنا بصراحه بنقول عليه الشبار الاخضر. في منه بيبقى صغير، وفي منه بيبقى اكبر شويه زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة الصغيرة كمان بتبقى أحلى من الكبيرة، وساعات بيكون مبطرخ زي ما بقول لكم، وساعات ما بيكونش فيه بطارخ. بس أنا بصراحة لما بلاقي السمك ده لازم بجيبه. وعايزة أقول لكم بقى إن السمك ده مش سمك مزارع زي السمك الكبير البلطي الكبير، لا ده سمك بحر، يعني طالع من البحر، مغذي جدا، كله يود وفوسفور. أنا عايزة أعمل له كده دقة حكاية يا جماعة. جبت كده حوالي نص ربطة من البقدونس على الشبت، وكمان جبت كده فلفلتين خضر، وكمان كده كام فلفلاية حمرا، وقرن شطة كده أحمر، ومعايا جزر، ومعايا راس توم كده متوسطة، وكمان ليمونتين. بس أهم حاجة إن أنا طلعت منهم البذر. دي المكونات بتاعة الخلطة بتاعتي: فلفل أحمر وأخضر، وبقدونس على شبت، وكمان جزر مهم جدا جدا في الوصفة دي. هقطع كده بقى الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين، بس أهم حاجة شلت البذر بتاع الليمون، ولو عايزة تشيل قشر بتاع الليمون براحتك مفيش مشكلة، أنا سبته. والثوم كده هرسته وابتدأت أحط في الكبة، وحدلهم ضربة كده حلوة، ضربة كده سريعة في الكبة. بقت معايا الدقة بالشكل ده، هحطها في طبق غويط عشان هعمل دقة حلوة كده للسمك. وفي الوقت ده مسكت كده الجزرتين بشرتهم بالمبشرة، ما حطيتهمش مع الدقة في الكبة، بشرتهم بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده، وضفتهم على الدقة اللي انا عملتها في الكبة، وهقلبهم كده مع بعض. ودلوقتي بقى انا حضرت كده شوية توابل كده خاصة بالسمك، يعني شوية ملح وكمون وكزبرة وشطة وبابريكا. عايزة تشيل الشطة مفيش اي مشكلة. وابتدأت اقلبهم مع بعض كده، بس مش هحطهم كلهم، هحط نصهم وهسيب نصهم. هقول لكم ليه دلوقتي. وابتدأت كده احط كوباية او اتنين على حسب كمية السمك اللي عندك، وهقلب كده كويس. وبقت دي الخلطة او التتبيلة اللي انا عملتها عشان انزل فيها السمك. شايفين بقى بصراحة شكلها مغري، وتتاكل كده حاف، حلو قوي كده. جبت بقى ردة كده، الردة الناعمة دي. على فكرة يا جماعة السمك المشوي ما بنشيلش القشر بتاعه ولا الزعانف ولا اي حاجة، لازم يتشوى بالقشرة بتاعته عشان ما يتحرقش معاكي. عشان انتي لما بتحطيه تشويه القشر هي اللي تتحرق، مش اللحم بتاعه. جبت بقى الردة الناعمة كده وابتدأت أحطه كده في الردة، بس أهم حاجة يكون مبلول من بره عشان يتغلف بالردة. وأي بقى حاجة عندك، ممكن صينية، ممكن طاسة، ممكن صاجة، ممكن أي حاجة تحطيها كده على النار وتسخنيها كويس. تبدأي تحطي السمك بالشكل ده. ناس كتير قوي ما بتقدرش تشوي السمك في البيت، بس على فكرة السمك في البيت بالطريقة اللي بقولكوا عليها دي ليه مذاق تاني وطعم تاني. هو مش هيطلع دخنة ولا حاجة لأن هو مش في قلبه دهن. الدخنة اللي انتوا شايفينها دي حاجة بسيطة جدا، مش هتعمل لك البيت ومش هتزهقك ولا أي حاجة. اللي بيعمل دخنة عالية هو السمك الكبير بتاع المزارع، بيبقى كله دهن من جوه، فأول ما بتحطيه على النار الدهن بيبدأ بقى إن هو يسيح ويطلع دخنة جامدة جدا. لكن ده يا جماعة قلبه من جوه مفهوش أي حاجة، نضيف جدا. ممكن انت تفتحي وتطلعي قلبه، بس مش مستاهل، احنا بنشويه مقفول كده. دلوقتي بقى هبتدي ان انا كده احطه على البطن بتاعته عشان يبقى كده مستوي من الناحيتين. انا قلبته كده مره من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وهبتدي احطه على بطنه. بس خلي بالكوا ده يعني حجمه صغير مش كبير، ما بياخدش سوا كتير، يعني بسرعه دقيقتين كده ودقيقتين كده. وبحطه على بطنه برده نص دقيقه، وبعد كده بحطه بقى في الدقه. شايفين شكله في الدقه بجد يا جماعه يتاكل حاف، شكله حلو قوي ومغري. انا بحطه كده نص دقيقه في الميه، وبعد كده ببتدي ان انا اطلعه من الميه بقى. ما تسيبوش في الميه كتير عشان ما يطراش قوي. هبتدي كده اطلعه. شايفين بقى شكل الدقه كده او الخلطه اللي احنا عملناها دي؟ بجد تحفه، تفتح النفس كده على الاكل. الطريقه دي خفيفه وسهله وبسيطه، والطعم بتاعه بيبقى حلو قوي، واستحاله لو شويتيه بره هيبقى بالنظافه والجمال ده. طبعا بقى انا برجع احط سمك تاني بعد ما بطلع دول، بحط وراه على طول، بتبل بالردة وبحط السمك على الشواية، واشوي برضو كمية تانية واطلع برضو في المية. وبعد كده بطلعهم بقى كده. شايفين شكل السمك بجد تحفة يا جماعة، والخلطة اللي عملناها دي حاجة كده تفتح النفس.
نسيت اقول لكم نقطه مهمه جدا، ان لازم وانتي بتشوي تكون النار عاليه قوي، يعني تختاري اكبر شعله وتشوي عليها عشان السمك ما يتهريش منك. بعد ما بطلعه كده من التتبيله اللي انا عملتها له، بجيب بقى شويه كده من التوابل اللي انا عملتهم، الملح والكمون والشطه والبابريكا والكزبره، وادي رشه كده خفيفه على الوش عشان برضو يحيد. حلو قوي كده. نفتح بقى واحده مع بعض ونشوف السمك من جوه شكله ايه. بص كده بيتقشر بكل سهوله. شايفين بقى؟ اهم حاجه انت لما تشويه وتطلعيه من الميه، حاولي ان انت تغطيه حوالي 5 دقايق عشان القشره تتقشر معاكي كده بكل سهوله. شايفين بقى؟ عايزه اوريكم اللحم بتاعه عامل زي الشمع الابيض. شايفين بقى؟ الظهر بتاعه تحفه. والسمكه دي كان فيها بطروق، كان نفسي اوريه لكم بس للاسف الكاميرا فصلت في التوقيت ده، علشان كده انا فتحت سمكيه تاني. بصوا كده حتى الصغيره بجد تحفه، واللحم بتاعها ابيض وجميل. بصوا كده معايا، والقشره بتقشر بكل سهوله. شايفين؟ تحفه. شايفين بقى البطارخ؟ السمك ده يا جماعه حلو قوي وطعمه مميز، لو لقيتوه في السوق هاتوه وما تترددوش ابدا، وتعملوه كده الخلطه اللي احنا عملناها له او التتبيله اللي عملناها له، بيبقى تحفه جدا. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب القناه. يلا باي باي، سلام.